مفيش واحد بيسوق ما حصلوش الموقف ده، تبقى سايق في امان الله فجأة على بعد 5 متر مطب، تدوس فرامل وتلبسه وتنزل تدور على ونش يسحبك. تعال اقول لك بقى على التصرف الصح اللي تعمله لما تشوف مطب قدامك فجأة وانت على سرعة، وما تعملش زيي وتدوس فرامل. عشان انا اخر مرة كلت فيها مطب رحت غيرت صدر العربية اللي بيشيل الراديتير وقعدة الراديتير والسبويلر بتاع الاكسدام والمصفحة بتاعة الموتور، بس الحمد لله العربية طلعت اصيلة وكملت معايا المشوار والمية بتاعتها ما نزلتش على الارض، والراديتير الحمد لله سليم. كل ده حصل عشان انا دوست فرامل على المطب، بغض النظر ان عربيتي واطية، لانك لما بتدوس فرامل جامد وانت على سرعة عشان توقف العربية كل وزن العربية بيتحدف لقدام، فالعربية توطى من قدام وتترفع من ورا، خصوصا لو انت عربيتك واطيه هتنزل جامد من قدام لدرجه انها ممكن تخبط في المطب بالاكسدام. كل ده لسه ما طلعتش المطب، والخبطه دي هتوصل للراديتير وممكن يتكسر او يتخرب، وميه العربيه كلها تنزل على الارض وهتبقى عايز ونش يحركها. فالتصرف الصح اللي تعمله وقتها، وده لكل العربيات مش العربيات الواطيه بس، لما تتفاجئ بمطب وانت على سرعه لازم تركز جدا جدا انك لما تدوس فرامل للاخر تسيبها قبل ما تلبس المطب بحوالي 2 متر، لانك لو دخلت المطب وانت دايس فرامل هتضاعف الخبطه وهتزود الوزن والحمل على المساعدين وممكن يضربوا زيت، وهتخلي العربيه تترزع على المطب في الطلوع وفي النزول. لكن لما تسيب الفرامل قبل ما تلبس المطب ب 2 متر العربيه هتبقى استريحت ودخلت المطب وهي مظبوطه، فهتطلع على المطب وتنزل من غير خسائر كبيره. وطبعا لو كسرت العجل يمين او شمال غلط جدا وممكن لا قدر الله العربيه تتقلب. ومهم جدا بعد ما تعدي المطب تركن على جنب وتشغل انتظار وتبطل العربيه عشان تنبه العربيات اللي وراك، وتستنى دقيقتين 3 كده وتنزل تبص تحت العربيه على اي تسريب سواء ميه او زيت، وتفتح الكبوت وتطمن ان كل حاجه في مكانها. الكلام اللي فات ده بقى بينطبق على المطبات القياسيه اللي الدوله بتعملها في المدن والطرق الرئيسيه. المطب اللي بتطلعه كله بالعربيه ده على ما تيجي نازل بالعجل اللي قدام تلاقي العجل اللي ورا طلع. اما مطبات الاهالي اللي ملهاش كتالوج دي بصراحه ما اتمنهاش لألد اعدائي. المطب بكارتيره موتور وزيت على الارض على طول، مفيش كلام. كل المطب وانزل شوف ونش يشيلك. لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والشير والفولو، واحكوا لي عن تجاربكم مع المطبات في الكومنتات.